أشرف بن شرقي. عارف يا زملكاوي، عارف إن صفقة أشرف بن شرقي بالنسبة ليك حلم وطموح وشغف ورحلة عاطفية ما فيهاش خيانة، وأبجريد لجبهة بتفتقد فيها مهام كتير من اللعيبة المتواجدة حاليا. أشرف بن شرقي بالنسبة ليك ولكل مشجع زملكاوي هو أفضل بروفايل لاعب أجنبي كهاف ليفت تواجد بالدوري المصري. لاعب في اللحظة اللي بيستلم فيها الكرة بيكون معاها أشكال وحلول كتير مختلفة. ولو هنتكلم عن بروفايل أشرف بن شرقي والأشكال والحلول اللي بيمتلكها، أشرف بن شرقي في اللحظة اللي بيمتلك فيها الكرة هو مسؤول عن عملية اللينك أب بلاي مع الباك اللي معاه، أو إن هيكون لاعب قادر يخترق منطقة وسط الملعب بالدريبلينج اللي بيمتلكها، وهيكون قادر إن هو يفتح مسار تسديد لنفسه على المرمى. وفي نفس البوزيشن اللي هيكون فيه مسدد على المرمى، هكون لاعب قادر بتمريرة واحدة بسبب الفيجن اللي متواجدة عندي هكسر خطوط أي خصم، وهخلي وضعية اللاعب اللي بيستلم الكرة في مواجهة مباشرة على المرمى. بلس إن في الوقت اللي بيتم فيه بناء اللعب في مركز الهاف رايت هيكون لاعب إيجابي، وهيتحول من لاعب هاف ليفت للاعب شادو سترايكر. ولو سألتني عن كلمة كواليتي، أنا ما عنديش مشكلة وهكون موافق جدا إن أحط جنبها كلمة أشرف بن شرقي. بس عايز أقولك حاجة مهمة، في التوقيت اللي كابتن حسين لبيب بيتفاوض فيها مع اللاعب وبيتم وضع الرتوش الأخيرة، هتلاقي مشجع أهلاوي من عالم آخر بيقولك غرفة ملابس الزمالك هتبوظ. وده طبعا بسبب الراتب اللي هيتقاضاه أشرف بن شرقي اللي مش هيتعدى $1,200,000. أقول لك حاجة، في كائن اسمه كائن المودست كان متواجد في النادي الأهلي، كان مكلف النادي الأهلي $1,500,000 في السيزون الواحد، ومع ذلك غرفة ملابس النادي الأهلي ما كانتش بايظة، وما كنتش انت كمشجع أهلاوي بتردد الكلام ده. كل اللي بتمناه من كل مشجع زملكاوي ما يلتفتش للأفكار الملوثة دي. أشرف بن شرقي هيكون عمود لسكواد الزمالك، ولا يقل قيمة فنية عن زيزو أو الونش أو فتوح. أشرف بن شرقي لاعب هيكون إضافة فنية مش بس لسكواد الزمالك، ده لشكل الدوري المصري.